السلام عليكم استاذ حيدر طارق شمخي، حياك الله سياده النائب. كانت رسائل صباح اليوم من المتظاهرين الى مجلس النواب، طالبوا منكم عده مطالب ووضحوها، هي المطالب السابقه اللي معلومه لدى الجميع. ما هي رسائل مجلس النواب والتوصيات اللي صدرت من مجلس النواب؟ نعم، أكيد توصيات أمانة أخذت بعين الاعتبار كل مطالب أخوتنا الأعزاء رسل العلم، من زيادة مهنية، تحسين الواقع المعاشي، أراضي سكنية، قضية الخدمة المجانية للمحاضرين الملاك الجديد، الخدمة المضاعفة في الريف، العقود، تثبيت العقود. نعم، أمانة كلهن تناولناهن، وكان بعضهن يحتاج إلى قرارات وإرسال إلى الحكومة، وبعضهن أمانة يحتاج إلى موافقة الرئاسة والمجلس للمضي بتعديل قوانين. تعديل قانون وزارة التربية مهم للمضي بكثير من الأمور اللي ذكرتها، لأن بعضها أرجع وأقول يحتاج إلى تشريع. وقانون الخدمة المدنية أمانة سوف ينصف التربويين بقية موظفي الدولة، وهذا اللي حريصين عليه جدا بإذن الله. متى يتم مثلا نتائج؟ تعرف اليوم المتظاهر يطالب بنتائج سريعه، يطالب نعم. بثمار سريعه لهذه نعم، المطالب. كتاب رسمي منتظرين يخرج من مكتب رئيس البرلمان بتوصياتنا اللي قرأناها، تذهب إلى أكيد الحكومة المركزية. هاي نتائج سريعة. المضي بلجنة التربية سوف نكون حريصين، واستثمار الوقت لتعديل قانون وزارة التربية وعرضه على المجلس قراءة أولى وقراءة ثانية والتصويت عليه. نعم، سنكون حريصين أمانة على تحقيق الكثير من مطالب الأخوة التربويين بإذن الله. شكرا جزيلا استاذ حيدر، حياك الله، شكرا جزيلا. هذا بالتأكيد أبرز التوصيات اللي صدرت من مجلس النواب اليوم إلى الحكومة، وأيضا حديث عن قرب تعديل قانون وزارة التربية، لأنه هذا القانون راح تكون من نتائجه تحسين واقع المعلم المعيشي، وأيضا تحسين رواتب المعلمين. تحياتي.